القصه بتاعتي دي بالنسبه لي وحياه ربنا اغرب من الخيال. دماغي ما كانتش جايباني للتخيل اللي ربنا حققه لي بجد. عارفوا ان ربنا شقلب الدنيا عشان خاطري، فدي حاجه بسطاني قوي. وحشتوني يا سكاكر، فيديو جديد في قناه سماسينو. فيديو النهارده ده لاي حد مكتئب او حياته جحيم، عايز يحولها لحياه حلوه جميله، نفسه في حاجه مش عارف يعملها، مش لاقي شغل، نفسه يشتغل، نفسه ربنا يكرمه باي حاجه في الدنيا، في حاجه صعبه عليه نفسه ان هو يتخطاها. وكمان هقول لكم قصتي مع الحوقله بجد. يعني والله العظيم انا محظوظه ان ربنا كرمني بالحاجات دي، ان انا اعيش التجربه دي مع الحوقله. والمره اللي فاتت كنت حكيت لكم مع الدعاء، فمحظوظه جدا عشان خاطر حسيت ان انا لما عملت القناه دي انا لازم اقول للبنات القمر، خصوصا ان في ناس بنات صغننه لسه بيتابعوني، فحسيت بقى بالمسؤوليه ان انا اقول لكم كل الكلام ده عشان خاطر نقرب من ربنا خطوه. فكل جمعه اهو انا صدقت في كلامي من الفيديو اللي فات، كل جمعه ان شاء الله ده احنا هنعمله عشان خاطر نقرب لربنا خطوه صغننه كده، ان شاء الله ربنا يحبنا بيها، واحنا كمان نتعرف على ربنا اكتر ونحب ربنا ونحبه بجد، مش نحبه اللي هو انا بحبك يا رب واحنا مش عارفين يعني ايه اصلا نحب ربنا. ففيديو النهارده ده من اجمل القصص اللي ممكن تسمعوها، خصوصا لو اي حد حياته زي ما قلت لكم متدمره، حياته فيها مشاكل كتيره قوي، حياته مش نفسه يلاقي شغل او نفسها تلاقي شغل، اي حاجه في الدنيا، اي حاجه انتوا شايفينها صعبه دلوقتي هننساها بجد مع القصه ومع فضل لا حول ولا قوه الا بالله. خصوصا بقى القصه اللي انا هحكيها لكم، فانا متحمسه جدا، فما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. اهم حاجه الشير عشان خاطر الفيديو ده يروح لكل الناس اللي نفسها تتعرف على ربنا، وتيجي معانا كده كل جمعه عشان خاطر نقرب لربنا خطوه. وان شاء الله انا هثبت كل جمعه فيديو كده يقربنا من ربنا. فيلا بقى عشان متحمسه احكي لكم، عشان بجد كل ما بفتكر القصه دي يعني قلبي بيرفرف كده، واحس ان فعلا الحمد لله يا رب انا ممتنه جدا ليك ان انت عملت لي كل ده عشان خاطر انا حاسه ان في رساله بقى. عارفين لما تكونوا في قلب المشكله كده مش عارفين انتوا ايه السبب ده كله، بس لما تعدوها تعرفوا ان انتوا فعلا دي كانت حاجه حلوه من ربنا. انا حاسه كده دلوقتي، خصوصا لما كمان جايه اقول لكم الكلام ده عشان خاطر انتوا كمان تتشجعوا زيي، ولو اي حد بيمر بكرب باي حاجه صعبه يعرف ان هي هتعدي. فيلا بينا. قبل ما احكي لكم القصه بتاعتي انا عايزه اقول لكم حاجه صغنونه كده عن معنى الحوقله. الحوقله اللي هي قول لا حول ولا قوه الا بالله. الحوقله دي معناها يعني لا حول لا تحول، مش هينفع نتحول من حاله وحشه لحاله حلوه، لا حول من الحاله دي الى الحاله دي، ولا قوه ان احنا نبقى فيه ان احنا نقدر نتحول من الحاله دي، اصلا يبقى فيه القوه ان احنا نقدر نتحول من ده لده الا بالله. فده معنى ابسط معنى ممكن اي حد يفهمه عن الحوقله، ان انا مش هقدر اتحول من الحاله دي للحاله اللي انا بدعي بيها وبتمناها والكرب ده اخرج منه واروح لحاله افضل الا بالله. وعايزه اقول لكم حاجه تاني عن معنى الحوقله. الحوقله دي مش مجرد هو ذكر بس لما بنقوله كده ان شاء الله ربنا بسببه بيحولنا فعلا من الحاله دي للحاله دي، وده اللي حصل معايا في القصه بتاعتي. لما اجي احكي لكم عليها انتوا هتعرفوا. ولكن الحوقله دي حاجه عظيمه قوي. عايزه احكي لكم قصه صغيره قبل قصتي، وهي ان العرش بتاع ربنا ده حاجه كبيره فوق ما انتم متصورين ومتخيلين. يعني اقرأوا عنه. فالعرش بتاع ربنا ده ربنا امر 8 ملائكه ان هم يحملوا العرش، ان هم حملة العرش. فال8 ملائكه دول ما قدروش ان هم يشيلوا العرش، على الرغم ان ال8 ملائكه دول كبار جدا، كبار يعني اقرأوا في الوصف برضو بتاعهم، كبار جدا 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 جدا. يعني بصوا لو في جدا تاني ممكن اقولها. ما قدروش ان هم يحملوا العرش ده، فقالوا لربنا، فربنا قال لهم ان هم يقولوا لا حول ولا قوة الا بالله. فهم اول لما قالوا كلمة او جملة لا حول ولا قوة الا بالله، قدروا ال8 ملائكه كبار قوي دول ان هم يحملوا عرش ربنا. وطبعا احنا عارفين ان حملة العرش هم 8 ملائكه، دي يعني معلومه للناس اللي ما تعرفش. فانتوا متخيلين لا حول ولا قوه الا بالله بتعمل ايه؟ متخيلين ان هي الملائكه الكبيره العظيمه اللي ربنا خلقها اصلا
لان هي اصلا تكون مكلفه ان هي تحمل عرش ربنا، ما قدرتش ان هي تحمله غير بلا حول ولا قوه الا بالله. فما بالكم في اي مشكله بتمر عليكم في حياتكم لا حول ولا قوه الا بالله هتعمل لكم فيها ايه بجد. يعني دي حاجه انا صراحه يعني عارفين انا يعني متيقنه ان في ناس بتسمعني وحاسه الشعور اللي انا هقوله ده، ان هو طب ما انا ممكن اقولها وما يحصلش حاجه، او انا قلتها اصلا كتير وما حصلش حاجه، لان انا مريت بده. بس الحمد لله يعني كان عندي حته يقين كده شويه في الله ان شاء الله هتتحقق، واليقين ده هو اللي خلى فعلا الاقي اثر للحاجه دي. واليقين ده مهم قوي، وده اللي انا قلت عليه في الفيديو اللي فات، روحوا شوفوا هتلاقوني سايباه في اول كومنت مثبت وهتلاقوه في الوصف. طيب بقى، فده اليقين شوفوا برضو بيعمل ايه. فمهم اصلا ان احنا قبل ما نقول اي ذكر، قبل ما ندعي، قبل ما نصلي حتى وندعي واحنا بنصلي، قبل ما نعمل اي حاجه تقربنا من ربنا، ان احنا يكون عندنا يقين اصلا ان شاء الله حتى ربنا يكون راضي عننا ويقبل العمل ده. ان شاء الله ربنا يكون عندنا يقين ان شاء الله ربنا يحقق لنا الدعوه بتاعتنا. فمهم قوي اليقين. بالنسبه لي بقى القصه بتاعتي دي بالنسبه لي وحياه ربنا اغرب من الخيال. يعني انا لحد دلوقتي انا اصلا كل ما بحكيها لحد يقعد يبص لي كده واللي هو بجد ومش بجد، لان انا اصلا والله العظيم انا بحس ان الحمد لله ربنا انعم عليا بالمواقف دي، وان هو حطني هنا عشان اليقين يزيد عندي. لان اليقين ده على فكره درجات، مش شرط ان انا عشان بقول لكم يكون عندي يقين. انا في الاول على فكره يعني كان يقيني قليل، يعني ربنا يغفر لنا كلنا طبعا، بس عارفين لما برضو بتسمعوا عن حاجه واليقين بيبقى قليل. عشان كده انا بحب احفزكم ان عادي ان شاء الله اليقين ده هيزيد لما احنا ندعي ربنا ان هو يزوده لنا، ولما احنا ندعي ربنا ان هو ان شاء الله يثبتنا حتى لو بنعمل غلط واحده واحده نغيره. المهم فانا كان في البدايه اليقين بتاعي ايه قليل. كنت في مره انا كنت يعني بعد ما خلصت الجامعه من اخر سنين الجامعه كده، انا بجد حصلت لي حاله من اسوأ الحالات اللي ممكن تمر على اي انسان في الدنيا. حسيت كنت بنام، كنت ببقى منعزله، كنت ببقى مكتئبه. وبالنسبه بقى للانعزال والاكتئاب ده، يعني ممكن اعمل اعلان صغنن لنفسي كده، ان الفيديو اللي فات اللي انا نزلته ده لو انتي بنوته مش واثقه في نفسك، لو انتي بنوته منعزله مكتئبه وبتنامي كتير، فانا يعني جبت لكم الخلاصه وحطيتها لكم في الفيديو ده. فمهم قوي انك انت بجد تشوفيه، خصوصا لو انت بتمري بالحاله اللي انا هحكيها دلوقتي دي. يعني انا ازاي برضو تخطيتها وقدرت ان انا اعديها، وازاي قدرت اتصرف. المهم يعني فانا فتره الجامعه هسيب لكم الفيديو في اول كومنت مثبت برضو في الوصف. فتره الجامعه دي كانت اسوأ، يعني اخرها كده كانت اسوأ المراحل. خلصت فتره الجامعه واتخرجت الحمد لله بفضل الله، ونجحت 4 سنين بالاربع سنين بتوعهم، يعني ما عدتش سنه ولا حاجه. بس كنت مكتئبه، كنت بنام، كنت زعلانه، كنت حزينه. انا بجد مش عارفه ازاي، يعني بجد ما كنتش بلاقي شغل، ما كنتش كنت بروح كذا مره يعني مثلا اروح اشوف شغل، ما كنتش بقدر اتحرك، كنت ببقى تعبانه جدا. انا قلت لكم الكلام ده برضو في فيديو قبل كده، كنت ببقى تعبانه جدا جدا جدا. ففي مره من المرات بدات ان انا واحده واحده كده يظهر لي الفيديوهات بتاعه الحوقله اللي هي لا حول ولا قوه الا بالله، وفيديوهات الاستغفار، وفيديوهات الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صلوا على النبي، صلوا على النبي. فبدات الفيديوهات دي تظهر لي. بس اول فيديوهات بقى تظهر لي اللي هي بتاعه فضل قراءه سوره البقره. كنت ببقى يعني كانت الفيديوهات دي بالنسبه لي معجزه، اللي هو يا جماعه هو انا ممكن يحصل لي في يوم من الايام اللي انا بسمعه في الفيديوهات دي؟ وكنت بقعد افكر كده، بس كنت بدعي ربنا. كان في دعاء كده كتبته انا مش فاكراه والله عشان انا مش حافظاه قوي، يعني ان الدعاء ده معناه ان انا لما ادعي ربنا اصلا ان هو يخلي عندي من اليقين اللي يصرف بيه عني اي حاجه تاني ممكن تشتتني في اي حاجه، او ان انا احس ان ربنا مثلا مش هيستجيب دعوتي. هبقى اقول لكم ان شاء الله الدعاء ده في الفيديو الجاي بتاع يوم الجمعه الجايه ان شاء الله، عشان انا مش عارفه برضو انا الورقه شايلاها فين، فهدور عليها واقوله لكم. فالمهم ان انا بدات ان انا ادعي ربنا اصلا هو يزود اليقين ده عندي. في يوم من الايام انا كنت قاعده على السطح بتاع البيت بتاعنا، السطوح بقى كلنا عندنا السطوح، فكنت قاعده على السطح كده مني للسما بقى، وبجد كنت حزينه جدا جدا فوق الوصف. كان معايا السبحه بتاعتي اللي هي العداد دي، انا بحبها قوي. بصوا بالنسبه للناس اللي بتقعد تقول السبحه دي الرياء، انا مش بحسها كده بصراحه، عشان انا يعني النوايا يا جماعه. انا بصراحه السبحه دي
فمحدش يقول لي السبحه دي رياء، عشان انا لما بسيبها بنسى اقول يعني بنسى اقول الذكر. ما تسالونيش ليه يعني بنسى اقول، بس هو كده سبحان الله هي بتساعدني. المهم كنت قاعده على السطح ومعايا السبحه بتاعتي، حلو قعدت بجد انا فاكره ان انا قعدت اقول لا حول ولا قوه الا بالله. وانا بقى انا مش بقولها لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه كده مش بقولها كده، لا انا بقولها وانا بقول لا حول. يعني انا بفتكر كل الحاجات البشعه اللي حصلت في حياتي، ولا قوه الا بالله. بفتكر بتخيل بقى الحاجات الحلوه اللي انا عايزاها في حياتي، وكل الهدايا اللي انا كنت بقعد ادعيها. وبفتكر تعبي وان انا ما كنتش اصلا ببقى قادره امشي. ما اعرفش يا جماعه بجد كانت حاله وحشه قوي. يعني انا اصلا لما كشفت وكده الدكاتره كانت بتقولي ان انا ما عنديش حاجه. المهم كنت بقعد اقول لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. كنت بفتكر البشاعه اللي في حياتي، وبتخيل الحاجه الحلوه اللي انا عايزه حياتي توصل لها. او يعني حتى دماغي ما كانتش جايباني للتخيل اللي ربنا حققه لي بجد. يعني انا بس كنت يعني بتمنى ان انا اخرج من الحاله البشعه دي. وحياة ربنا تاني يوم الصبح، ماشي، تاني يوم الصبح رحت. كان اصلا انا المفروض ان انا شغاله مدرسه في مدرسه حكومه، يعني هي المدرسه تجريبي حكومه، يعني انتوا كده عارفين الكلام ده كله. المهم ان انا ما كانش معايا الدبلوم التربوي، وان انا لازم عشان اشتغل في مدرسه حكومه يبقى معايا الدبلوم التربوي. كانت في واحده قريبتنا شغاله في الاداره، فمامتي يعني كانت بتسالها وكده، فقالت لها لا لازم يكون معايا الدبلومه وكده. فانا الصراحه اصلا موضوع التدريس ده ما كانش في مخي اصلا، ما كانش في مخي، ما كنتش حابه ان انا اتجه للمجال ده. سبحان الله، بس ربنا برضو حطني فيه، يعني هو اكيد ده كان الخير ليا وانا ما اعرفش. المهم لما ماما قالت لي ان هي كلمتها يعني وقالت لها ما ينفعش، انا اصلا ما زعلتش، بس قعدت اقول ان انا يعني قعدت ادعي ربنا ان انا الاقي شغل برضو يكون حلو. انا مش عايزه انزل اتمرمط في اي حته، وانا ما بحبش اصلا قعده البيت. فتاني يوم الصبح لقيت طنط بترن على ماما بتقول لها عادي اسماء تيجي تشتغل، وتيجي تاخد الورقه وتروح تقدم في مدرسه. طبعا فكرنا مدرسه خاصه وكده، طلعت ان هي مدرسه حكومه. واشتغلت وبقيت ميس اسماء، والعيال بتحبني لدرجه بجد انا حكيت لكم الفيديو ده، اكيد كل اللي بيشوف الفيديو ده فهو مسلم. انا الفصل اللي بديله كان فيه اولاد مسيحيين صغننين كده لسه سنه اولى، بس كتاكيت قوي. بجد يا جماعه البنات كانوا عايزيني انا اديهم الدين بتاعهم، اللي هو في ايه يا جماعه، في ايه بجد. وكانوا بيرسموا لي، انا عارفه طبعا ان الحاجات دي بالنسبه لكم ممكن انتوا ما تتقبلوهاش، بس هم اطفال مش فاهمين حاجه، بيرسموا لي الصليب بتاعهم، هم كده بيعبروا لي عن حبهم. انا بجد كنت طبعا انا ما اقدرش ان انا اتكلم معاهم في الدين وكده، خصوصا هم صغيرين وما ينفعش في المدرسه ان انا اتكلم في حاجه زي كده، بس انا كنت ببقى فاهمه حبهم ده ليا. المهم يعني ان انا رحت واشتغلت في مدرسه حكومه، واصلا ما فيش حد في المدرسه دي شغال وهو معهوش الدبلومه التربوي دي. اشتغلت بايه بقى؟ اشتغلت بلا حول ولا قوه الا بالله. من بعدها بقيت قادره ان انا اروح واجي، ما بقتش بتعب، ما بقتش بكتئب، ما بقتش حاجات كتير قوي من اللي انا وانا بقول لا حول ولا قوه الا بالله باحساس. كل ده انتهى خالص. فمن ساعتها ايقنت ان اليقين بجد، واحنا بندعي ربنا باي ذكر باي دعوه بيشقلب الدنيا عشان خاطرك. ربنا بيشقلب الدنيا بجد عشان خاطرك. انت غالي عند ربنا، انت اعظم مخلوق ربنا خلقه في الدنيا. فدي كانت قصتي مع الحوقله، ان انا لقيت شغل على فكره بالمرتب اللي انا عاوزاه، وبجد خفيت، وبجد الحمد لله ربنا يعني حطني مع ناس برضو بقوا بيحبوني. يعني انا كنت بدعي ان ربنا لما اشتغل يحطني في وسط ناس بتحبني، والناس بقت بتكلمني وكأن ما بيننا عشره، مع اني اشتغلت معاهم يعني من شهر 10 اللي فات، وادينا اهو في الاجازه الكبيره لحد دلوقتي اعرفهم، بنكلم بعض وكده، والدنيا جميله. فايقنت ان بجد ربنا قادر ان هو يشقلب الدنيا عشان خاطرك. فمن هنا دي كانت قصتي مع الحوقله. يمكن هي قصه مش مهمه يعني، او احداثها ممكن ما انتوا تسمعوها كده تحسوا ان هو الاحداث دي يعني مش مهمه بالنسبه لكم، بس لو انتوا تمعنتوا فيها تعرفوا ان ربنا شقلب الدنيا عشان خاطري. فدي حاجه بسطاني قوي. وبرده في الوقت ده انا كنت زعلانه، ما كنتش عارفه ان انا هطلع اقول لكم الكلام ده في فيديو، ولا كنت عارفه ان انا ممكن حد اصلا يعني اقول له اعمل كده عشان خاطر تقرب من ربنا، وعشان ربنا ان شاء الله يحبك ويحقق لك اللي انت عايزه، بس اهم حاجه اليقين. فبجد انا ممتنه لربنا جدا، يعني بأشهد الله ان انا الفيديوهات اللي انا بعملها كل جمعه دي
خالصة لوجه الله بجد. انا يا رب مش طالبة منها غير ان اي حد يشوفها ويتعلم منها، انا كمان اخد الثواب اللي هو يعني الدل على الخير كفاعل. وانا يعني يا رب اكون دلتكم على الخير ده وانا اخد معاكم الثواب ونتشارك في الاجر ده. فلو انتوا كمان حابين تتشاركوا في الاجر ده ابعتوها لاصحابكم، قولوا لهم بصوا يلا نتشجع. كل يوم ابداوا بورد صغنن مثلا 100، كتروا لو انتوا مش بادئين يعني او ما تعرفوش يعني ما كانش عندكم اي ورد، ما تبداوش بقى بالاوراد الكبيره قوي دي عشان خاطر ما تعطلوش في النص. ابداوا حبه صغننه وزودوا زودوا زودوا. وبس كده، ده الفيديو بتاع يوم الجمعه، عشان الجمعه الجايه نقول فيديو جديد في قناه سماسيمو. بس بكره في فيديو مهم وخطير جدا لحاجات انا اشتريتها، فكنت عايزه اوريها لكم واخد رايكم. فما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب، وبس كده باي.